لو النهارده بقى كده عايزه تعملي غدا سهل وسريع، تعالي اقولك هنعمل ازاي غدا سهل وسريع. عملنا هنا النهارده طاسه لحمه بالبصل والفلفل، عايزه اقول لكم جميله جدا جدا. وكمان جبت بقى قيصر كده وطحينه، وقلنا بقى نعمل سندوتشات جو كده عائلي حلو. كمان حسس الولاد بتاعتنا ان هما بياكلوا من بره على حبه كابوتشي. وهنحشي بقى السندوتشات بتاعتنا الجميله دي. شايفين بقى؟ عايزه اقولك بقى لو انتي مستعجله، لو انتي عايزه تعملي اكل سريع متوقفيش في المطبخ كتير، الوصفه دي هتسهل عليكي كتير جدا جدا. تمام اهو زي ما انتوا كده شايفين، والله طلعت ريحتها جميله جدا وطعمها خطير. تعالوا بقى كده نروح على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض وايه بقى، وتابعوا بقى للاخر عشان تشوفوا التركات معانا. تمام، اول حاجه بقى هنا عندي نص كيلو لحمه. شايفين ده اللحمه انا قطعتها شرايح كده، ويستحسن بقى ان انت عشان تقطعي اللحمه شرايح معاكي رفيعه جدا لازم تكون ساقعه شويه، يعني هي كده كمان ما كانتش ساقعه قوي، لا فانا عايزاها متماسكه شويه علشان تعرفي تقطعيها. تمام، هنقطع اللحمه بتاعتنا بقى شرايح رفيعه جدا جدا على قد ما تقدري قطعيها رفيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين بقى هنجيب كده طاسه سخنه جدا، شايفين ما فيهاش اي ماده دهنيه خالص لان اللحمه فيها نسبه دهون، فانا مش هضيف اي دهون خالص في الطاسه. تمام، هنزل بقى كده باللحمه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا بقى اديها تقلبتين كده 3. شايفين؟ لازم بقى تاخد الصدمه الاولانيه دي. شايفين بالشكل ده؟ هنقلب بقى شويه كده في اللحمه. انا لسه ما ضفتش على اللحمه لغايه دلوقتي اي اضافات خالص. لازم بقى كده تاخد صدمه وتبدا اللحمه تنزل العصاره بتاعتها، وهتنزل منها نسبه ميه. بعد كده بقى هجيب راس توم كده حلوه محترمه او معلقتين توم كبار وهفرمهم كويس جدا، وهنزل بقى على اللحمه. ضروري جدا اول ما اللحمه تنزل الميه بتاعتها تنزلي عليها بالثوم علشان يديها بقى ريحه كده وطعم جميل جدا. شايفين بالشكل ده؟ هنبدا بقى نقلب كويس، هنقلبها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف بقى دلوقتي فلفل اسمر عليها، وكمان رشه كده من بهارات اللحمه بتديها ريحه وطعم حلو جدا في المرحله دي. وهنبدا بقى نقلب كويس جدا كل الكلام ده مع بعض كده، وهنسيبه بقى لغايه ما يستوي ويتشرب ميته. منها بقى ما يستوي كده وتشرب الميه بتاعته، هقطع كده بصلايه كبيره من شرايح زي ما انتوا شايفينها كده، وهنزل بقى على اللحمه. هي اللحمه خلاص كده استوت، ما اخدتش حاجه معايا. لو انت اللحمه بتاعتك لسه بتشد او حساها لسه يعني ما استوتش، ممكن تضيفي لها نص كوبايه ميه وتقلبيها وتسيبيها على النار لغايه ما تتشرب الميه بتاعتها. هقلب بقى البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع اللحمه بالشكل ده. بعدين بقى كمان هنكون مقطعين معانا بقى فلفل كده سبايسي على فلفل بارد. عايزه اقول لكم طاسه اللحمه دي خطيره. هنزل بقى عليها كده بتوم بودره وبصل بودره وكمان معلقه من البابريكا او زي ما انتوا كده شايفين، وهنضيف عليها كمان معلقه من الفلفل الاسمر ورشه بقى من جوز الطيب بتودي اللحمه دي في حته تانية. عايزه اقول لكم ريحه وطعم بتبقى خطيره. وكمان اهو الفلفل الاسمر. وهنزل بقى دلوقتي بالفلفل اللي احنا مقطعينه شرايح معانا، وهنقدم بقى السندوتشات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.